انت مش بتختار اللي بتشوفه، اللي بتشوفه هو اللي بيختارك. موبايلك يجيب لك اغنية مظبوطة، فيديو كأنه فهمك، او اعلان كنت لسه بتفكر فيه امبارح. وده مش ذكاء، ده تتبع. في حاجة هادية جدا ورا الشاشة بتسجل كل حاجة، كل سكرول، كل لايك، كل كليك. وقفت قد ايه عند البوست ده؟ اسمها الخوارزمات او الالجوريزم. مش محتاجة تعرف انت بتقول ايه، هي بتفهم انت بتفكر ازاي. من سنين العلماء قدروا يفهموا شخصيتك من اللايكس بس. الخوارزميات مش بس بتفهمك، دي بتتطور عليك كل يوم، لان كل ثانية بتستخدم فيها الموبايل هي داتا جديدة بتضاف عليك. بس الموضوع مش انها تعرف انت بتحب ايه، الموضوع انها تعرف تخليك تحب حاجة انت ما كنتش عايزها اصلا. الخوارزمات اتعملت علشان تسهل حياتك، بس هدفها الحقيقي بسيط: تاخد وقتك وانتباهك. نجاحها هو قد ايه انت قاعد ما قمتش. بس اللي يملك انتباهك يملك قراراتك. بتساعدك توصل أسرع، تلاقي فيديو يضحكك، تفتكر مواعيدك. بس في نفس الوقت بتبني نسخة رقمية منك، توجهك من غير ما تحس، تخليك تشتري وتحب وتكره. بس لو وقعت في ايد غلط، دراسات حديثة كتير بتأكد ان اللي بنشوفه كل يوم مش بس بيأثر على مزاجنا، ده ممكن يغير طريقة تفكيرك تماما من غير ما تحس. وده السبب اللي مخلي دول كبيرة بتتخانق على التطبيقات دي، زي خناقة تملك تيك توك. مش عشان التطبيق، عشان مين اللي يقرر انت هتشوف ايه. والاخطر انها ممكن تحبسك جوه عالم صغير وتقنعك ان هو ده العالم كله. تلاقي الفيد كله كورة او كله عن الحروب، مش عشان دي الدنيا دلوقتي، عشان ده اللي بتشوفه منها واللي بيجيلك. كل اللي حواليك يبقى شبهك فتفتكر انك صح، مع انك مش شايف الصورة كاملة. بس هنا القرار يرجع لك. لو سبت الخوارزمات تمشيك هتعيش حياة مش بتاعتك. ولو ركزت معاها ممكن تبني حياة ما كنتش تتخيلها. ابدأ بسيط، اختار اللي تشوفه قبل ما هو يختارك.